السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا يعني هنشرح كده على السريع ايه هي المخطط عندنا يعني عشان يبقى الامور واضحة. عندنا هنا الجنب ده هنا في صوبة ساندبونيك، وهنا في صوبة ساندبونيك. بس عندي 4 حوض، 1 2 3 4. الحوض ده من هنا لهنا، من جوه هنا 7 وهنا 7، وهنا العرض بتاع الممر ده متر لحد الاخر. هنا في عندي المنهول اللي هو البيارة اللي بتجمع فيها الصرف بتاع الحوض 2 3 4. وهنا في ماسورتين، الماسورتين دول كل واحدة فيهم 8 بوصة زي ما اتفقنا. ما بعد كده تمشي للمنهول التاني. المنهول ده بتاع توزيع. هنا في المنهول ده في 3 ترمب غطسة، واحدة بتصرف المية هنا، والتانية بتصرف المية هنا، والتالتة بتصرف المية في الفلتر الميكانيكي الموجودين على هيئة براميل بشكل معين. بعد كده البراميل دي كلها بتصفي هنا في الفلتر البيولوجي، والفلتر البيولوجي بعد كده بيوزع المية بتاعته على ال4 أحواض دول. يبقى هنا في عندي المجموعة بتاعت الفلترة الراس. وهنا في الفلترة بتاعت الساند بونيك، المية برضو بتتجمع زي ما قلنا، بتطلع تخش في الساند بونيك ده، بتصفي هنا في الآخر. كل واحدة فيهم بتصفي قدام غرفة تفتيش لها مخصوص بتاعتها، بتجمع المية كلها من 1 2 3 4 5 6 هناوت غرف تفتيش، بتجمع في مجمع مشترك لهم كلهم. المجمع ده بيصرف المية بعد كده في ال4 أحواض دول، بيتوزعوا بمواسير بتدخل المية مشتركة مع المية اللي جاية من الفلتر البيولوجي اللي هنا، ومشتركة مع المية كمان اللي طالعة من ال3 غرف تفتيش اللي هنا، اللي بتجمع في مجمع لهم، وبتشترك معاهم بعد كده بيوزع المية برضو على ال4 أحواض. لا يا ابني، دي طبخه بتكسب مفهوم. ده ايه ساعه كده مظبوط نفس عادي. تمام، يعني اتبسطت على رسم الشغل. يا الله ينور عليك يا عبد. عليك يا هندسه. زي ما احنا شفنا كده، احنا عاملين نظام امان حيوي للصواب، بحيث ان ما ننقلش اي امراض من بره المزرعه اللي هنا، وخاصه امراض زي النيماتودا ولا حاجه. احنا عارفين النيماتودا دي اساسا بتتنقل مع الرمل، مع الرجل، مع اي حاجه، طالما دخلت في الميه ومشت في التربه استحاله تطلع تاني منها. فبالتالي احنا الحمد لله مأمنين نفسينا في الموضوع ده.